يا ترى لو انت معاك 100 مليون جنيه ممكن تعمل بيهم ايه اليومين دول؟ القدر ده من الفلوس يعتبر قوة استثمارية محترمة، ولازم تقسمهم صح عشان تقدر توازن بين قوة الدخل والنمو والحماية او التحول، وطبعا تسيب لنفسك مساحة لمخاطرة محسوبة. تعال نبتدي بسرعة، بس خلي بالك ده مثال تعليمي، هيتغير حسب هدفك والتزاماتك وحسب المبلغ اللي معاك سواء 100 مليون او اكتر. اول حاجه ممكن تحط 45% من الفلوس في محفظه عقاريه. انا هنا مش بتكلم عن الشقق اللي بتجيب ايجار سنوي، لان ايجارها مش هيعدي 6 او 8%، وفي حالتك دي مش هتفيدك قوي. انا بتكلم عن العقار الميكسد يوز، استثمار تجاري او اداري او فندقي او ساحلي، المهم يكون في منطقه فيها احتياج للسيرفيسز. تاني حاجه ممكن تاخد 25% تحطهم في البورصه، دول مش عشان تضارب بيهم، نسبه كبيره من المستثمرين الافراد بيخسروا في المضاربه، فانت هتشتري حاجه اسمها بلو تشيبس، ودي بتكون اسهم شركات كبيره نموها ثابت ومستقر، فيها توزيعات سنويه للارباح. فهنا انت بتعمل استثمار بمخاطره قليله، وهتاخد 20% كمان تحطهم في الذهب او السندات او الاصول الثابته. ده مش بنسميه استثمار، ده بنسميه سيفتي بافر. المستثمرين الكبار دايما بيعملوا كده، بيحطوا من 15 ل 30% من ثروتهم في الذهب والسندات، عشان لو السوق وقع يلاقوا حاجه توقفهم على رجلهم تاني. اخر حاجه هي ال 10% الباقيه، والنسبه دي ممكن تزيد او تقل حسب الريسك ابيتايت بتاعتك، يعني عايز تخاطر بقد ايه من ثروتك. ممكن تحطها في مشاريع ناشئه، ستارت اب او فرانشايزز، وهنا لو نجاح المشروع حصل بيبقى المردود عالي جدا، ولو فشل فانت ما حطيتش اكتر من 10%. ومن نفس النسبه دي ممكن تضارب بالاسهم في البورصه او تجرب حاجات زي العملات الرقميه. 90% من العوائد الضخمه بتيجي من ال 10% دول، لكن عشان احتمال الخساره موجود المخاطره دايما بتبقى بنسبه صغيره. اداره الاصول بشكل علمي كمصطلح معناها انك تقدر تبني اصول. الاصول دي دايما بتجيب فلوس، بتبني محفظه بتدخلك فلوس بنسميها الويلث ماشين، والمحفظه بتاعتك دي تستحمل الازمات وبتكبر بالتدريج، مش انك تراهن على اصل واحد وتستنى معجزه تحصل. قول لي بقى ال 100 مليون بتوعك هتقسمهم ازاي؟